شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب تانية إعدادي فصل الدرس الأول. معكم مستر محمد عزت. إن شاء الله بأمر الله هنكمل الدرس الأول الخاص بحالات المادة. الجزء النهارده اللي هناخده هو خاص بجزئية اسمها النموذج الجسيمي للمادة. النموذج الجسيمي للمادة هو بيحط تصور لتركيب المادة والجسيمات داخلها شكلها إيه. تمام. ففي نظرية اسمها نظرية الجسيمات. نظرية الجسيمات دي قالت إيه؟ قالت إن المادة بتتكون من وحدات صغيرة. الوحدات دي اسمها الجسيمات. بمنتهى البساطة المادة تتكون من وحدات صغيرة. تمام. الوحدات الصغيرة دي بتسمى جسيمات. احنا خدنا قبل كده الجزيئات وخدنا الذرات. تمام. فهنا بيتكلم عن نظرية النموذج الجسيمي للمادة. هي اسمها النموذج الجسيمي، فهي بتتكون من جسيمات، والجسيمات هي عبارة عن تصغير لجسم. فالوحدات الصغيره هي اسمها الجسيمات. يبقى دي نظريه الايه؟ الجسيمات. والجسيمات ديت ممكن تكون يا اولاد يا اما احاديه الذره او متعدده الذرات. احاديه الذره مثال عليها هنا الهيليوم، مثال عليها الهيليوم، مثال عليها النيون. تمام يا شباب. بعض العناصر موجوده في الطبيعه على شكل ذره واحده، على شكل ايه؟ ذره واحده. امثله عليها الهيليوم، النيون، الارجون، كل ديت ايه؟ موجودة في الطبيعة على شكل ذرة واحدة. وبعض الجسيمات أو الجزيئات موجودة على شكل أكتر من ذرة. O2 CO2 H2. تمام. ده من كام ذرة الأو 2؟ 2. ده من كام ذرة؟ من 3. واحدة كربون و2 ايه؟ أكسجين. الاتش H2، فبالتالي برضه مكون من ذرتين. من الذرتين اللي بيتكونوا دول لوحدهم كده ولا في روابط بينهم؟ يبقى مرتبطين بروابط كيميائيه. واحنا خدنا قبل كده الروابط الايونيه والتساهميه، مش موضوعنا النهارده، ولكن برضه تبقى انت في الصوره عارف ان هم مربوطين بروابط ايه؟ كيميائيه. يبقى نظريه الجسيمات هي نظريه بتقول ان الماده بتتكون من وحدات صغيره تسمى جسيمات. ممكن الجسيمات دي تبقى احاديه الذره وممكن تكون عديده الذرات. ولو قلنا مثال على احاديه الذره ممكن تقول الهيليوم، النيون او الارجون. كل ديت ايه؟ جزيئات وحيدة الذرة. وممكن تكون عديدة الذرات زي ثاني أكسيد الكربون، زي الهيدروجين، زي جزيء الهيدروجين، زي جزيء الأكسجين. تمام يا شباب. الصورة اللي قدامنا دي بتقول لك إيه؟ إن المادة الصلبة بتتكون من جسيمات زي ما أنت شايف كده، شايف؟ صغيرة قريبة من بعض. والمادة السائلة صغيرة برضه، جسيمات صغيرة، بس في شوية مسافات بينها، في شويه مسافات ازيد شويه بينها. ده في بينها برضو مسافات ولكنها صغيره جدا. هنا في مسافات بينيه، في مسافات بينيه اكبر شويه. ايه رايك في المسافات البينيه هنا؟ كبيره جدا. لما اجي اسالك ايه اللي مديها الصلابه؟ تقارب الجزيئات ديت مديها الصلابه. فعلا هو تقارب الجزيئات اللي مديها الصلابه، وهنعرف بعد كده في قوه تجاذب هي السبب في كده. فروض النظريه بقى بتاعتنا بتقول ايه؟ ان الماده بتتكون من جسيمات صغيره، ده اللي قلناه في الاول، لا ترى بالعين المجرده. مفيش اي مشكله هنا خالص. ان الماده بتتكون من جسيمات صغيره لا ترى بالعين المجرده. تاني حاجه، جسيمات الماده الواحده متماثله. يعني الجسيمات في الماده الواحده، وخلي بالك الماده النقيه متماثله وتختلف من ماده لاخرى. يعني جسيمات هنا مثلا الطوب اللي قدامك دوت، او كان حديد او ايا كان ماده صلبه، بتختلف عن جسيمات الماده السائله. خلاص. يبقى جسيمات الماده الواحده متماثله ولكنها تختلف من ماده الى اخرى. النقطة التانية بيقول لك إن الجسيمات ديت عندها طاقة وضع. عندها طاقة إيه؟ طاقة وضع. طاقة الوضع دي جاية منين؟ جاية من قوة تجاذب بينها. أنا عندي قوة تجاذب بين الجزيئات. النموذج ده يا ولاد نموذج عملوه العلماء. عمل الكور الصغيرة ديت رابطهم بسوستة أو زنبرج. السوستة أو الزنبرج دي خدناها قبل كده، إن السوستة لما بتضغط عليها بتختزن طاقة ايه؟ بتختزن طاقة وضع. يبقى انا عندي الجسيم اهو والجسيم التاني، تمام، بينهم مسافة وبينهم قوة تجاذب. قوة التجاذب هي اللي عاملة لي طاقة الايه؟ الوضع. يبقى قوة التجاذب هي اللي عاملة طاقة الوضع. يبقى بتختزن الجسيمات الطاقة دي في صورة طاقة وضع، وذلك بسبب قوة تجاذب بين هذه الجسيمات.
النقطة الثانية، هل هذه الجسيمات ثابتة ولا بتتحرك؟ تمام؟ قال لك لا، انها لازم بتتحرك، بس الحركة بتختلف. في المواد الصلبة بيحصل لها اهتزاز في نفس المكان اللي هي فيه، بيحصل لها اهتزاز، تبدأ تتهز تتهز تتهز. تمام؟ مع وجود قوة التجاذب اللي هي طاقة وضع، يبقى في طاقة مختزنة اهو. هنيجي نلاقي في السائل ان المسافة بتبقى كبيرة شوية. تمام؟ يبقى المسافات البينية اكبر، ونلاقي ان في حالة الغاز المسافات البينية اكبر واكبر. توجد مسافات بينية بين الجسيمات تختلف حسب حالة المادة الفيزيائية. في مسافات بينية بين الجسيمات يا ولاد؟ في مسافات بينية. أول حد يفتكر إن المادة الصلبة ما فيش بينها مسافات بينية. في مسافات بينية، ولكنها مسافات بينية صغيرة، والمسافات البينية الصغيرة هي أحد أسباب إن المادة الصلبة في الصورة اللي هي فيه دوت. النقطة اللي بعدها، جسيمات المادة تكون في حالة حركة مستمرة. قلت لك هل الجسيمات أو الجزيئات ثابتة يا ولاد؟ ما بتتحركش هادية، يعني حتة الحديد اللي أنت حاططها دي هل هي ما فيهاش أي حركة؟ لا، الجسيمات بتهتز وبتتحرك في حركة مستمرة، وبتختلف طريقة الحركة، بتختلف طريقة الحركة حسب حالة المادة. الصلبة الحركة فيها بتبقى اهتزازية، السائلة بتبقى الحركة أسرع، والغازية بتبقى طبعا حركة انتشارية سريعة جدا. هنجمع الفروض مع بعض يا ولاد. فروض النظرية الجسيمية، أول حاجة معانا بتقول لك إن المادة بتتكون من جسيمات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، مفيهاش أي مشكلة. الثانية، جسيمات المادة الواحدة متماثلة، لو هي مادة واحدة جسيماتها متماثلة ولكنها تختلف من مادة إلى أخرى. الطاقة اللي جوه الجسيمات دي بتختزن في شكل صورة طاقة وضع، وطاقة الوضع سببها قوى التجاذب بين الجسيمات. توجد مسافات بينية بين الجسيمات تختلف حسب حالة المادة الفيزيائية. وحالة المادة الفيزيائية احنا عندنا كام حالة فيزيائية للمادة؟ صلبة، سائلة، غازية. تمام؟ مبدئيا كده لحد دلوقتي احنا معانا 3 حالات فيزيائية، اللي هي صلبة، سائلة، غازية. والمسافات البينية في حالة الصلبة بتبقى صغيرة جدا، في حالة السائلة بتبقى أكبر نسبيا. خلي بالك كلمة نسبيا مهمة أوي، الكلمة دي هنعرفها دلوقتي. أكبر نسبيا تبقى مسافة كبيرة نسبيا. تمام؟ بتكون كبيرة جدا، هنا المسافات البينية بتكون كبيرة جدا. جسيمات المادة تكون في حالة حركة مستمرة، جسيمات ليست ثابتة، وتختلف طريقة حركة الجسيمات وسرعتها حسب حالة المادة. بقول لك طريقة حركة الجسيمات وسرعتها حسب حالة المادة. طبعا انت لو جيت تتكلم هنا هتلاقي ان في الصلبة حركة اهتزازية والسرعة بتكون بطيئة، لو في السائلة بتكون السرعة بتاعتها أسرع شوية، في الغازية طبعا بتبقى سرعة كبيرة. هنا طبعا التجربة اللي انا كنت بشرحها لك من شوية هي كرات مرتبطة بزنبرك أو سوسته. تمام؟ الكرات تمثل الجسيمات، والزنبرك يمثل قوة التجاذب. الطاقة هنا مختزنة في صورة في صورة طاقة وضع. الطاقة هنا مختزنة في صورة طاقة وضع. تمام؟ في المواد الصلبة بتهتز الجسيمات، يبقى المادة الصلبة الحركة بتاعتها اهتزازية، تهتز الجسيمات في موضعها فقط، ما بتتنقلش من مكان لآخر. تمام يا شباب؟ وده اللي ما بيديهاش الانسيابية. خلي بالك ان شكلها ثابت عشان الجسيمات بتاعتها مش بتتحرك حركة انتقالية، بتتحرك حركة اهتزازية في مكانها في موضعها فقط. شايف الطلبة دول جنب بعض، المسافات بينهم بسيطة. تمام؟ شايف الرصة مرصوصة ازاي الجسيمات يا ولاد؟ مرصوصة رصة مظبوطة جنب بعضها، مسافات بينية بسيطة جدا. تمام؟ ودي بتمثل جسيمات المكونة للمواد الصلبة. سلوك المواد الصلبة يا شباب، قوة التجاذب بين الجسيمات. قوة التجاذب انت ممكن تستنتج معايا كده كل واحدة. قوة التجاذب لما بتكلم عن المادة الصلبة، قوة التجاذب بتكون قوية جدا. قوة التجاذب قوية جدا، وده اللي بيخليها بيخلي شكلها ثابت، وبيخليها غير قابلة للانسياب. تمام؟ قوة التجاذب اللي مديها القوة والشكل اللي قدامك ده، تمام، هو ده اللي بيخلي شكلها ثابت، وفي نفس الوقت ما بيخليهاش قابلة للانسياب، بيخليها غير قابلة للانسياب. خلاص؟ يبقى بشكلها ثابت وغير قابلة للانسياب. النقطة اللي بعدها، المسافات البينية بين الجسيمات بتكون صغيرة جدا، مفيش مسافات اللي يعني تكاد تكون مش موجودة. تمام؟ ده بيديها برضه الحجم الثابت، بس هنا بقى بيديها مش الشكل بقى، هنا اداها الشكل هنا بسبب قوة التجاذب. هنا الحجم ثابت وغير قابل للانضغاط. خلي بالك المسافات البينية هي أصلا صغيرة، خلي بالك صغيرة قوي،
فهي بتكون غير قابله للانضغاط. هتروح فين تاني؟ الجسيمات كلها لازقه في بعضيها، خلاص، فهي غير قابله للانضغاط، غير قابله للانضغاط وحجمها ثابت. وخلي بالك احنا قبل كده في الاول قلنا الحجم الثابت وغير قابل للانضغاط مرتبطين ببعض. مين اللي قابل للانضغاط وحجمه غير ثابت؟ هي المواد الغازيه فقط، هي المواد الغازيه فقط، وده خدناه في المحاضره الاولى. بيقول لك ان الجسيمات حركتها ايه؟ اهتزازيه، بتهتز الجسيمات في موضعها دون الانتقال الى مواضع اخرى. وده قلنا لسه من شويه انه بيعمل ايه؟ بيخلي ان الانتشار بيكون بطيء جدا، بيخلي الانتشار ايه؟ بطيء جدا. وكمان بيخليها غير قابله للانسياب، غير قابله للايه؟ للانسياب برضه، بالاضافه ان قوه التجاذب قويه والاهتزاز بتاعها بدون الانتقال، فده ما بيخليهاش قابله للانسياب. المواد الصلبه، علل المواد الصلبه لها شكل وحجم محددين. خلي بالك من هنا، شكل وحجم محددين. يبقى لها شكل محدد، لها شكل محدد لان قوه التجاذب بين الجسيمات قويه، لان قوه التجاذب بين الجسيمات قويه، والمسافات البينيه صغيره جدا. يبقى سبب الحجم هي المسافات الايه؟ المسافات البينيه صغيره جدا. خلاص، نيجي بعد كده المواد السائله. لاحظنا يا ولادنا في مسافات كبيره شويه، والعيال بدات هنا ايه؟ تتحرك بزياده شويه. تمام، يبقى انا هنا عندي المسافات كبيره والحركه ازيد، مسافات اكبر والحركه ازيد، بس كبيره نسبيا. خلي بالك من كلمه نسبيا، يعني نسبيا يعني ايه؟ يعني مش قوي. تمام، يعني ايه؟ يعني برضه ما يخليهاش قابله للانضغاط، ما يخليهاش حجمها يصغر. واخد بالك؟ هي في مسافات ولكن لا يسمح لها بانها تاخد سلوك الغازات في الجزئيه دي. خلاص، يبقى هي المسافات البينيه بتكون كبيره نسبيا، وقوه التجاذب بتكون اضعف من الماده الصلبه. سلوك المواد السائله بقى هنا بقول لك قوه التجاذب لسه قايلين بيبقى ضعيف نسبيا، ضعيف نسبيا، وشايفه كلمه نسبيا مهمه قوي هنا. تمام، ولكنها كافيه لتتماسك، يعني ضعيفه ماسكه نفسها، ما يحصلهاش ايه؟ ما تنتشرش زي الغاز. الماده السائله ليس لها شكل ثابت، ده بقى ايه؟ بسبب ان قوه التجاذب ضعيفه نسبيا، وتكون قابله للانسياب بسبب ان قوه التجاذب ضعيفه نسبيا، وتاخذ شكل الاناء الحاوي لها، وده اللي بيديها صفه الايه؟ المائع. مش احنا اتفقنا ان المائع هي ماده قابله للانسياب وتاخذ شكل الاناء؟ خدنا تعريف المائع المحاضره اللي فاتت، هي ماده قابله للانسياب، ماده قابله للانسياب وتاخذ شكل الاناء الحاوي لها، وده كان بينطبق على السائل والايه؟ والغاز. المسافات البينيه بين الجسيمات كبيره نسبيا، المسافات البينيه بين الجسيمات كبيره نسبيا. ده بيدينا الايه؟ ان لها حجم محدد وتكون غير قابله للانزلاق، لها حجم محدد وتكون غير قابله للانضغاط. خلي بالك ان هي المسافات كبيره، ولكن ليست للدرجه اللي بتديها امكانيه زياده الحجم، وامكانيه او ان حجمها يقل او يزيد، وانها تكون قابله للانضغاط. هي غير قابله للانضغاط وحجمها محدد. الحريه بقى وحريه التحرك بتاعتها، تتحرك بحريه نسبيه، بيجعل الانتشار اسرع، بس سرعته ايه؟ متوسطه. خدنا تجربه لما حطينا نقطه حبر، نقطه برمنجانات بوتاسيوم جوه سائل، جوه ميه شفافه، بدات تنتشر تدريجيا، ولكن لما جينا قطعه الاسفنج انتشار الماده الصلبه خلالها، لكن لقينا ان الانتشار بطيء جدا، بطيء جدا. اما في حاله الحبر لقينا الانتشار ايه؟ سريع، وبدات تنتشر في كل اجزاء الايه؟ الحبر. المواد السائله لها شكل، خلي بالك هنا، لها شكل غير ثابت وحجم محدد. لها شكل غير ثابت وحجم، يبقى هنا بنتكلم شكل غير ثابت، يبقى وذلك لأن قوة التجاذب بين جسيماتها ضعيف نسبيا. يبقى الشكل الغير ثابت دي نتيجة ان قوة التجاذب بين الجسيمات ضعيف نسبيا، والحجم الغير ثابت والحجم المحدد، الحجم المحدد اللي هو ما بيقلش بالضغط، ده نتيجة ان المسافات البينية بينها جسيماتها كبيرة نسبيا. مسافات كبيرة نسبيا، ما تقولش انها كبيرة، قلت كبيرة يبقى انت كده بتتكلم على الغازات. خلاص، نيجي اللي بعدها. سلوك الغازات. شايف هنا ايه؟ العيال بتجري في حركة، اولاد هنا بيجروا وفي حركة معايا. هنا في طاقة كبيرة بتنتشر، كل كورة او كل جسيم ماشي في اتجاه مختلف. قوة التجاذب هنا ضعيفة جدا، ده بيخلي لها شكل ثابت؟ لا، يبقى ليس لها شكل ايه؟ ثابت. وتكون كمان قابلة للانسياب،
خلاص دي قابله للانسياب، زي دي من خصائص المواقع. دي من خصائص الايه؟ المواقع. المسافات البينيه بين الجسيمات كبيره جدا، المسافات البينيه تبقى كبيره جدا، وده هيخليها قابله للانضغاط، وحجمها غير ثابت، ليس لها حجم ثابت. انت شويه الهواء او الغاز اللي انت حاططهم في بالونه وضغط عليهم، لو فتحتهم هيبداوا ينتشروا في الهواء الموجود ويكبر حجمهم. الجسيمات ده حركتهم حركه عشوائيه وبحريه تامه في جميع الاتجاهات، حركه عشوائيه وبحريه تامه في جميع الاتجاهات. والانتشار خلال الماده الغازيه يكون سريع جدا، والانتشار خلال الماده الغازيه يكون سريع جدا. تمام، الانتشار هنا بيكون سريع جدا، وسببه ان الجسيمات بتتحرك بطريقه عشوائيه وبسرعه كبيره، بطريقه عشوائيه وبحريه تامه. اما في حاله السائل احنا قلنا ان هو بيتحرك ايه؟ بطريقه او بشكل بحركه سريعه نسبيا، خلى ان الانتشار فيه بيكون اسرع من الصلب او بيكون متوسط الانتشار. تمام، اما عمليه الانتشار في حاله الغاز بتكون اسرع ما يمكن. نيجي بقى النقطه الثانيه بنكمل الغازات. بيقول لك ان الغاز لما بينضغط بتقل المسافات البينيه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ان الغاز دلوقتي وهو موجود في مكان واسع او في مكان عادي بتاع، المسافات البينيه بالشكل ده. تمام، ادي الاناء بتاعي، تمام، وادي الاناء التاني بدات اضغط. تمام، بدات تقل المسافات البينيه بينهم. انا ضغطت اهوت، قللت الحيز، فبالتالي قللت المسافات البينيه، مما يؤدي الى تقليل حجم الغاز دون التغير في حجم الجسيمات. الجسيمات زي ما هي. اللي حصل هنا ايه؟ كان لتر، زودت الضغط بقى نص لتر، زودته زياده بقى ربع لتر. فبالتبعيه هنا ايه اللي قل يا ولاد؟ الجسيمات قل حجمها؟ لا. تمام، ايه اللي قل؟ المسافات البينيه. علل المواد الغازيه ليس لها شكل او حجم محدد، وذلك يبقى ليس لها شكل محدد لان قوه التجاذب بين جسيماتها ضعيفه جدا. وحجم محدد لان المسافات البينيه بينها كبيره جدا، لان المسافات البينيه بينها كبيره جدا. يبقى ما يسالك عن الشكل والحجم هتقول له لان قوه التجاذب ضعيفه جدا، ولان المسافات البينيه بين الجسيمات كبيره جدا. نيجي بعد كده في واحد اسمه براون سنة 1827. تمام، لقى حط حبوب لقاح، بارتكلز او حبيبات صغيرة جدا. تمام، حطها في ميه، لقى انها بتتحرك حركة عشوائية مع ان مفيش مؤثر عليها يعني. تمام، مفيش مؤثر، ما شافش، مفيش هواء، مفيش حاجة. تمام، لقاها بتتحرك في جميع الاتجاهات. لما هو لاحظ الحاجة ديت حطوا فرضية، قال لك ان المواد او الجسيمات هي اللي بتحرك الجسيمات الاكبر منها. تمام، الحركه دي سموها الحركه البراونيه، ودي جايه نتيجه ان الجسيمات بتتصادم مع بعضيها يعني. تمام، وبتاخد معاها الجسيمات الاكبر وبتحركها معاها. تمام، عشان اتفقنا ان جسيمات السائل بتتحرك حركه سريعه نسبيا، فقال لك ان التصادم دوت مع جسيمات المائع او السائل ادى الى ايه؟ الى ان حبوب اللقاح او الغبار بتتحرك هي كمان. لو انت لاحظت ان في مثلا تراب والشمس، انت دلوقتي ممكن يكون في البيت مثلا ولا حاجه، في شعاع شمس داخل كده. تمام، بتلاقي في حركه جوه الشعاع ده وهو نازل، لو انت واخد زاويه ميل كده. تمام، ده الحبيبات التراب نفسها بتتحرك مع جسيمات الغاز اللي هو الهواء بتاعنا. تمام، فالحركه ديت اتسمت ساعتها بالحركه البراونيه نسبه للراجل اللي هو براون. تمام، وقال لك ان الجسيمات جايه سبب الحركه هو تصادم جزيئات المائع. تصادم جسيمات او جزيئات المائع بتاعنا، والمائع ده ممكن يكون سائل، ممكن يكون غاز. ليها تعريف، بس تعريف سريع كده، هي الحركه العشوائيه المستمره للجزيئات الكبيره نسبيا. يبقى حركه عشوائيه لمين؟ للجزيئات الكبيره نسبيا، وتكون معلقه في مائع. خلاص، يبقى حركه عشوائيه للجسيمات الكبيره نسبيا معلقه في مائع نتيجه تصادمها مع جزيئات المائع الاصغر حجما. يبقى من الاخر كده تصادم بين جسيمات المائع اللي هي حجمها اصغر مع جسيمات الماده الاكبر اللي هي مثلا هنا في المثال بتاعنا هي حبوب اللقاح.
خلاص، يبقى هي حركة عشوائية مستمرة للجسيمات أو الجزيئات الكبيرة نسبيا المعلقة في مائع نتيجة تصادمها مع جزيئات المائع الأصغر حجما. في بقى حالة رابعة يا جماعة، دي الحالة الرابعة للمادة، الحالة الرابعة للمادة. تمام، هي موجودة فين دي؟ دي موجودة في الفضاء مع درجات الحرارة العالية. الغازات بتتعرض لدرجات حرارة عالية جدا. ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي الذرة نفسها تتأين. الذرة بتتأين إلى أيونات موجبة الشحنة، تمام، وإلكترونات سالبة الشحنة. بتتأين بفعل الايه؟ بفعل الحرارة العالية. بفعل الحرارة العالية، خلي بالك العالية جدا، اللي هي بتبقى آلاف وملايين الدرجات المئوية. يبقى بتتحول الذرات، بتتحول جسيمات الغاز إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة. طب ده هيفيدنا بإيه أو أنا بستفاد منه إيه؟ إيه رأيك في التوصيل الكهربي؟ لو في شحنات إلكترونات سالبة حرة، ده يخلي إيه؟ يخلي التوصيل الكهربي، يعلي التوصيل الكهربي. تمام؟ يبقى أولا هي الحالة الرابعة للمادة اسمها البلازما. تمام؟ الغازات بتكون على هيئة إيه؟ خليط من الأيونات الموجبة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة. الغاز بيبقى على شكل أيونات موجبة الشحنة وإلكترونات سالبة الشحنة. هل ليها مميزات؟ قال لك ليها مميزات، إن التوصيل الكهربائي بتاعها مرتفع. التوصيل الكهربائي بتاعها إيه؟ مرتفع. مثال عليها طبعا دي قلنا زي ما قلنا في الفضاء، الشمس والنجوم والسدم الكونية. دي بتبقى درجات الحرارة ملايين الدرجات الحرارة، ملايين درجات الحرارة العالية، فبالتالي بتجعل الغاز يتأين إلى أيونات موجبة وإلكترونات سالبة. برضو في حالة البرق نفس الحاجة بتحصل، وظاهرة اسمها الشفق القطبي. الشفق الايه؟ القطبي، اللي بيسموه الأورورا. يبقى عندي 3 تطبيقات على أو 3 أمثلة على ظاهرة البلازما أو الصورة الرابعة اللي هي اسمها البلازما. بيقول لك إنها الشمس والنجوم والسدم الكونية والبرق وظاهرة الشفق القطبي. طب تكنولوجيا البلازما دي هنستفاد منها في إيه؟ هنستفاد منها ليها تطبيقات طبعا هنا، تطبيقات تكنولوجية في أجهزة التكييف. لو احنا حد بيسمع إعلانات تكييفات يقول لك بتقنية البلازما. إيه موضوع البلازما دوت اللي بيتكلموا عنه في التكييفات؟ قال لك إن هو بيدخل الغاز خلال مجال كهربي عالي، خلال مجال كهربي إيه؟ مجال كهربي عالي. فالمجال الكهربي هنا بيعمل تأين، بيعمل تأين لحبيبات الجسيمات أو جزيئات الغاز. يعني بالآخر كده التأثير اللي كان بيحصل بفعل الحرارة احنا عملناه بالمجال الكهربي العالي، بالمجال الكهربي العالي. فبيطلع لي الغاز او بيخلي الغاز في صورة متأينة. لما بيحصل تأين بتعمل على تفكيك ملوثات الهواء والفيروسات، بتعمل على تفكيك ملوثات الهواء والفيروسات. وهنا بيؤدي الى ايه؟ تحسين جودة الهواء في الاماكن المغلقة، تحسين جودة الهواء في الاماكن الايه؟ المغلقة. وهذه التقنية يتم الاعتماد على المجال الكهربي لإحداث التأين وليس على درجة الحرارة زي الايه في الطبيعة العادية. في الطبيعة هنا بنعتمد على درجة الحرارة، أما هنا في التكنولوجيا ديت بنستخدم المجال الكهربي. وعند سماع قلنا هنا تكييف بالبلازما، يعني احنا بنقصد بيها تنقية الهواء بالبلازما، لأنه بيقضي على الفيروسات والجراثيم وملوثات الهواء في الأماكن المغلقة. تمام يا شباب، احنا كده الحمد لله خلصنا الدرس الأول. الدرس الأول كده انتهى. تحياتي ليكم يا أولاد، وإن شاء الله المرة الجاية هنحل أسئلة على الدرس كامل. أرجو منكم يا أولاد أولا بس يعني أولا تشتركوا معانا وتعملوا لنا لايك للصفحة دي، حاجة عشان بس الانتشار مش أكتر، يعني كتر خيركم. حاسين إن الشرح كويس ومستفيدين منه، بلغوا زمايلكم إنهم يتفرجوا معاكم، تبقى حاجة كويسة. الحاجة التانية إن شاء الله المرة الجاية هنحل مع بعض أسئلة
ان شاء الله تكون شامله على الدرس. بس قبل ما نحل يا جماعه لازم تكونوا سمعتوا الدرس الاول او المحاضره الاولى والثانيه في الدرس الاول، علشان واحنا بنحل تبقى المعلومات في دماغك. تحياتي لكم، معكم مستر محمد عزت، مع السلامه.